قبل ما نبدأ نصلي على النبي وكل سنة وانتم طيبين. بيبدأ الفيلم مع اتنين من الفلاحين بيلاقوا بقرة عايمة على وش المية في البحيرة، فبيضطروا انهم ينزلوا يطلعوها علشان ما تلوثش المية، وهما بيسحبوها بيحسوا بحركة غريبة جواها وبيكونوا فاكرين ان جواها سمك صغير، لكن بيولع واحد منهم الولاعة علشان يشوف ايه ده، فبيحصل انفجار بسبب كبسولة كان صاحبه راميها، وفجأة بتظهر لهم اسماك متوحشة بتهجم عليهم، وفضلوا يقاوموا الاسماك لكن بيكون عددهم كبير جدا وبيخلصوا عليهم. وبعدها بنشوف اعلان في التلفزيون بيكون في واحد عامل حملة اعلانية ضخمة علشان يجذب الناس للبحيرة الصناعية بتاعته، وفي الوقت ده بتظهر بنت مراته اسمها مادي، وبتكون شريكة جون لأنها لها نص البحيرة، وهي بتشوف المكان بتلاقي الوضع مستفز جدا من كمية البنات الموجودين هناك، وبتشوف كاميرات متوصلة بشاشات عرض كبيرة وبتعرض أجسام البنات وهم تحت المية، وبيكون الوضع مش عاجبها بس مش قادرة تعمل حاجة. وبالليل بيجوا أصحاب مادي يحتفلوا معاها في البحيرة بتاعتها، وبيكونوا فرحانين وفي غاية السعادة وبيضربوا شماريخ في الهوا، وبنشوف ظابط جاي يحتفل معاهم، وبنعرف انه كان حبيب مادي قبل كده بس حصلت مشكلة بينهم وبعدوا عن بعض، لكن بيحاول يتقرب منها علشان يرجع العلاقة من تاني، بس هي بترفض ان هي ترجع له. وبنشوف اتنين من صحاب مادي بيبعدوا عنهم وبيقرروا انهم ينزلوا البحيرة، وبيكون اسمهم شيليا وجوش، وبيفرحوا جدا بالمية وبيفضلوا يهزروا مع بعض، وفجأة بتخبط شيليا سمكة من تحت وبتكون فاكرة صاحبها هو اللي عامل كده فبتطلع من المية. وبعدها بنشوف اتنين من صحابهم بيسيبوا مادي وبيروحوا جنب البحيرة وبيركبوا العربية بتاعتهم وبدأوا يحتفلوا بطريقتهم الخاصة، وبيكون اسمهم اشلي وترافل. وفي الوقت ده بتقرر اشلي انها تربط صاحبها بكلبش جوه العربية، لكن ترافل بيدوس على فرامل اليد بالغلط، فبتنزل العربية منهم ناحية البحيرة وبدأت في الغرق، فبتطلع اشلي بسرعة على السقف، وفي الوقت ده بتهجم الاسماك المفترسة على ترافل وبتكون صيدة سهلة بالنسبة لهم، وبتفضل اشلي تصرخ بأعلى صوتها علشان حد يشوفها وينقذها، لكن مفيش فايدة وبتكون وجبة عشاء للاسماك. وتاني يوم بتحس مادي بغياب اصحابها، فبتسأل عليهم كل اللي كانوا معاها في الحفلة بتاعت امبارح، بس مفيش حد بيعرف عنهم حاجة. وفي الوقت ده بيتم تنظيف البحيرة الصناعية علشان بيحضروا للحفلة الكبيرة، وهيكون في عدد كبير من الناس موجودين. وبنشوف باري وبيكون من ضمن اللي شغالين في البحيرة، وبيشيل كل اكياس الزبالة الموجودة في المكان بس بطريقته الخاصة، والكيس اللي بيطير منه بيصطاده بالشوكة. وبعدها بنشوف الشرطة بيطلع العربية الغرقانة من البحيرة بس مش بيلاقوا اي اثر للاتنين اللي كانوا جواها، وتفاجئ الضابط بكلبش مربوط جوه العربية. وساعتها بتنهار شيليا يا صاحبتهم لما لقت العربية فاضية، فرنت على اشلي لكن تليفونها بيكون مغلق. وبعدها بتروح شيليا تقعد على ممر خشبي في قلب البحيرة وبتنزل رجلها في المية، فبتجيلها مادة صاحبتها وبتفضل تتكلم معاها وبتهديها، وفجأة بتشوفهم الاسماك المفترسة وبتحوطهم، وبدأوا يخبطوا الممر الخشبي لغاية لما بتقع اشلي في المية ولسه هيهجموا عليها بتطلعها مادة بسرعة في اخر لحظة، لكن الممر بينفصل عن بعضه وبتحاول اشلي تزق المية بايديها علشان توصل لمادي، واخيرا بتمسك في ايد مادي وبتطلعها على البر، وفجأة بتطلع سمكة من المية وبتهجم على مادي فبتمسكها في اخر لحظة قبل ما تعضها، وبينزلوا بالحجر على دماغها لغايه لما بيخلصوا عليها، فبيسمع باري صوتهم وبيروح عندهم وبيتفاجئ بالسمكه المفترسه دي وبيكون شكلها مرعب وفي غايه الخطوره، وبداوا يحكوا له على اللي حصل معاهم، فبيقول لهم ان شاف فيديو العالم بيتكلم على النوع ده من الاسماك وبتكون اسمها سمكه البرانه، وبعدها بيقرروا انهم يروحوا للعالم ده ببيته وياخدوا الضابط معاهم، ولما بيشوفهم ما بيكونش عايز يدخلهم البيت بس لما بيعرف ان الوضع خطير بيدخلهم، فبيقول لهم السمكه اللي انتوا بتحكوا له عنها دي في غايه الخطوره لدرجه انها ممكن تخترق الحديد بكل سهوله، وبيحب يعيش في الميه اللي فيها نسبة كلور، وده طبعا موجود في المية اللي بنشربها وفي حمامات السباحة. وقال لهم كمان ان اسماك البرانة دي بتطور نفسها بسرعة وممكن تمشي على الارض ولازم التخلص منها بسرعة قبل ما تخلص على الناس في الشوارع. وبعدها بتروح مادي عند البحيرة وبتقرر ان هي تنزل المية علشان تتأكد ان ما فيهاش اسماك مفترسة، لان المية دي من المفترض ان ما فيهاش كلور، وبتحاول تقنع باري انه ينزل معاها لكن مش بيوافق لانه مش بيعرف يعوم، فبتاخد منه الكشاف وبتنزل لوحدها وبتوصل للشبكة الحديد وبتلاقيها سليمة، بس وهي راجعة بتظهر لها سمكة البرانة وبتهجم عليها، فبيشوفها الظابط والسمك بيهجم عليها فبينزلها المية بسرعة وبينقذها في اخر لحظة وبيطلعها من المية، وساعتها بيكون فاكر لما انقذها هترجع له تاني بس مفيش حاجة من دي حصلت. وبعدها بنشوف جون والظابط كايل بيوقفوا في الطريق بسبب المخالفة اللي عملها، فبيتكلم مع جون وبيعرفه انه هو صاحب الحفلة اللي هتتعمل قريب وبيديله رشوة عشان الحفلة تتم في ميعادها من غير اي مشاكل، فبيقول له الظابط كايل هدية مقبولة منك، فبيطلع له كايل المخالفة وبيديها له، فبيبص له جون بص على اساس ان هو لسه مديله رشوة، فبيقول له كايل الشغل حاجة وفلوس الرشوة حاجة تانية. وتاني يوم بنشوف واحد عايش في فندق بيطل على البحيرة
بيكون اسمه ديفيد، وفي الوقت ده بنشوفه وهو بيحضر الموسيقى بتاعة الحفلة وهو سكران، وبيكون اتأخر عن ميعادها بسبب البنات اللي معاه في الأوضة. وبعدها بدأت الناس تدخل بأعداد كبيرة جوه البحيرة الصناعية، وبنشوف واحد اسمه فرانك قاعد على كرسي بعجل لأن حصلت له حادثة قبل كده ورجليه الاتنين اتاكلوا من الأسماك المفترسة، وبسببها جات له عقدة نفسية من نزوله المية. فبيحاول المساعد بتاعه إنه ينزله حمام السباحة، لكن بيرفض فرانك وبيزقه في المية. وفي الوقت ده بنشوف ديفيد وهو على المسرح والجمهور كله بيشجعه بسبب شعبيته الكبيرة لأنه منقذ الشواطئ، والناس كلها بتحبه ومعجبين بيه، وكل البنات بتتجمع حواليه علشان ياخدوا صورة معاه. وبنشوف مادي وهي رايحة تفحص المية علشان تتأكد إن مفيش كلور، فبتقابل جون بالصدفة وبيأكد لها إن الوضع طبيعي والمية ما فيهاش كلور. بس مادي ما بتكونش مطمنة لكلامه لأن المية الموجودة دي جاية من تحت الأرض، فبتحذره وبتقول له لو حصل حاجة للناس أنا هحملك المسؤولية كاملة. فبيقول لها أنا هلم الفلوس اللي صرفتها على الحفلة وبعد كده اعملي اللي أنت عايزاه. وبنروح للحفلة ونشوف أسماك البرانا المفترسة بدأت تظهر، واللي بيأكد الموضوع العضة اللي في رجل الولد الصغير ده. ولما بتشوف أم الجرح بتكون فاكرة إنه اتخبط وهو طالع من حمام السباحة، فبتقول له روح لديفيد وهيربط لك الجرح ويعالجهولك. ولما بيقول له الولد على الجرح اللي في رجليه مش بيهتم ديفيد، لكن بيديله صورة تذكارية ليه وممضى عليها. وفجأة بتظهر حالة عض تانية، وفي الوقت ده بتحس مادي بالقلق وبتعرف ان اسماك البرانا المفترسة دخلت حمام السباحة، فبتروح بسرعة تحذر كل الموجودين، لكن الضابط قايل بيمنعها قبل ما تبوظ الحفلة. ومرة واحدة اسماك البرانا بتهجم على الناس في حمام السباحة، وبيشوف فرانك فوضى كبيرة بتحصل في المكان، فبيقوم يمشي على رجل الصناعية بتاعته وبينزل حمام السباحة. وبنتفاجئ ان عامل رجله سلاحه بيضرب بيه الاسماك المفترسة، بس الوضع بيكون خطير جدا. وفي اللحظة دي بيشوف ديفيد ولد صغير بيصرخ في حمام السباحة، فبيعمل فيها الرجل الخارق وبينزل علشان ينقذه من المية، وده كله عشان يبان قدام الناس انه البطل. وفي الوقت ده بيشوف جون حجم الكارثة اللي حصلت، فبيلم الفلوس وبياخدها وبيهرب من المكان بسرعة. وهو ماشي بيشوف بنت بتعيط على مامتها بعد السمك مكلها، فبيديلها شوية فلوس علشان يريح ضميره وبيسيبها وبيمشي، وبيروح يركب عربيته وبيسوقها بسرعة جنونية علشان محدش يقدر يلحقه، لكن بيقع في شر أعمال والسلك بيطير رقبته. وبعدها بنشوف باري وصاحبه هما في غرفة التحكم علشان يلاقوا أي طريقة يتخلصوا بيها من السمك، فبيلاقوا ماسورة الصرف بتاعت حمام السباحة وبيشغلوها. وبنشوف مادي وبتحاول تنقذ عدد كبير من الناس، لكن شفط المية بيسحبها لتحت، فبيحاول قايل إنه ينقذها، بس بيخاف ان السمك يهجم عليه فبيسيب مادي في الميه وبيهرب. فبيشوف باري اللي حصل وبينزل حمام السباحه علشان ينقذها، بس للاسف ما بيعرفش يعوم وبيطلع من الميه بسرعه، وبيجيب الشوكه بتاعته وبيحدفها على سمكه البرانا قبل ما تخلص على مادي. وبينزل باري ينقذها في اخر لحظه وبيطلعها من حمام السباحه، بس مادي بتكون في حاله خطره وفاقده الوعي، فبيضطر باري انه يعملها تنفس صناعي وبتفوق بعدها، فبتهجم على باري وبتبوسه. ايه الجراءه دي؟ وفي الوقت ده بيشوفها قايل والدم بيجري في عروقه، وبيقرر انه ينزل حمام السباحة وينقذ الناس، وده كله عشان مادي تشوفه وترجع تحبه زي الاول. ويا ريته ما نزل لانه طلع جثة متاكلة من المية وشكله بقى وحش. وفي غرفة التحكم بيشوف جيمس وبيحط الكلور في الانابيب اللي متوصلة بحمام السباحة، فبيتهور وبيرمي السيجارة جواها، فبينفجر حمام السباحة بالاسماك اللي فيه، وبسبب الانفجار القوي بتطير شوكة باري في السماء وبتنزل على دماغ قايل وبتخزق له عينيه. اهو كان خايف من السمك، جات له الشوكة من السماء وبيقع في المية وبيموت موتة صعبة. وبعدها بيتصل العالم على مادي وبيعرفها ان سمك البرانا بقى خطير وبيمشي على الارض. وبنشوف طفل بيقرب من سمكة البرانا علشان يصورها، لكن بتهجم عليه وبتاكل راسه وبيخلص فيلمنا.